القبض على حامد من قائد الحملة الفرنسية. بدأت النهاردة الحلقة العاشرة من مسلسل سره الباتع. شفنا في أول المشاهد اعتراف سارة بحبها لحامد اللي هو أحمد فهمي في ميدان التحرير، وده بعد فرحتها بتخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن حكم مصر. وشفنا في أول المشاهد كمان حوار دار بين حامد وسارة حوالين الثورة والمظاهرات، وسارة طلبت من حامد إن هو يروح لميدان التحرير، وبيكون في بيان بيقول إن الرئيس بيتخلى عن منصب رئيس الجمهورية. وبنلاقي إن الأحداث تطورت في فترة زمنية قريبة في سنة 2011، وبيظهر خطاب للواء عمر سليمان اللي بيعلن فيه عن تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم. وفي مشهد تاني بنكتشف خلال الحلقة كذب وغش الإخوان وخداعهم لبعض، وده بيكون بخصوص فكرة المشاركة في الثورة، وهنشوف ده وهنعرف ده من خلال حوار بين مريم ومعتصم، وده بيكشف الخلايا النايمة جوه المجتمع المصري. وبيظهر في الأحداث الحالية إن حامد اللي بيجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني بيوجه الشكر لشباب القرية بعد ما إنهم نجحوا في إنقاذه من حكم الإعدام وطردهم للفرنسيين من القرية، وده بعد ما أمر الجنرال قائد الحملة الفرنسية بالقبض عليه. وهنشوف في الحلقات الجاية تفاصيل وهنعرف تفاصيل أكتر.